بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. النهاردة الموضوع بتاعنا عن خدمة السيدة العذراء. ولما نيجي ندور على خدمة الست العذراء هنلاقي إن الخدمة دي بتتصف بصفات كتيرة جدا كلنا محتاجين نتعلمها. يهمني قوي قوي النهاردة أنا هحكي يمكن نقط شوية كتير هناخدهم من لحن اسمه أتاي بارثينوس، اللي هو هذه العذراء نالت اليوم كرامة، هذه العروس نالت اليوم مجدا. اللي حافظ اللحن ده عارف إنه بيتكلم عن 10 مزامير كلهم بيشاوروا على الست العذراء. بس احنا هناخد من كل مزمور دول صفة من صفات خدمة الست العذراء. لما نيجي نبص عليهم هنلاقيهم صفات خادمة حلوة جدا جدا. كل واحد فينا محتاج حقيقي إنه يتعلم الصفات دي، محتاج حقيقي إنه خدمته سواء في البيت، سواء مع الجيران، سواء في الشارع، سواء في الشغل، سواء في الكنيسة، أيا كانت الخدمة اللي أنا بعملها. مفيش إنسان مسيحي مش خادم. فكل خدمة أنا بعملها محتاج النهاردة عاوز أخرج ولو بصفة واحدة من صفات الخدمة اللي في حياة الست العذراء دي. ناخد على قد ما نقدر من المزامير دي ونشوف كل مزمور بيشاور لنا إزاي على صفة من صفات خدمة الست العذراء. أول مزمور يقول: حرك داود الوتر الأول من قيثارته صارخا قائلا: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. دي أول صفة من صفات الخدمة، إن الخدمة بتاعتنا هي موجهة لمين؟ للملك، وقائمة عن يمين الملك، هي بيمين العظمة. الست العذراء كانت كل خدمتها قائمة إنها تسبح وتمجد ربنا. دي كانت الخدمة الرئيسية بتاعتها. يمكن كمان ما سمعناش صوتها كتير جدا إلا في تسبحة كانت كبيرة قالتها قدام أليصابات وهي رايحة تخدم. أصل خدمتها هي خدمة إيه؟ خدمة التمجيد. هي دي الخدمة اللي بتقوم بيها الست العذراء. قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. هل في كل مرة أنا بخدم فيها، في كل مرة أنا بساعد فيها حد، عيني على المسيح؟ لو أنا عيني على المسيح هيحصل كام نقطة كده حابب تبقوا مركزين فيهم. نمرة واحد، مش هعشم في اللي قصادي في حاجة، مش مستني منه يرد، لأن أنا قدمت في إيد مين؟ في إيد المسيح. الست العذراء لما كانت بتخدم وهي لا تنتظر شيء. يمكن حضراتكم شفتوا لما راحت عند أليصابات تخدمها في وقت احتياجها، مجرد ما أليصابات بقت ولدت وخلاص ملهاش احتياج، ما تقعدش هي في الزفة وتقعد في السبوع وتقعد في الحاجات اللي فيها بقى الكرامة، لا هي تهرب على طول، مش مستنية حاجة. أقامت عندها نحو 3 أشهر، الفترة اللي هي محتاجة فيهم الخدمة، الفترة اللي أليصابات معهاش حد فيهم. غير كده على طول هي تهرب من أي حاجة، لأن عينيها فقط على المسيح. قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. يوم ما أنا أعمل كل حاجة وأقدمها لإيد المسيح، كل واحد في حضراتكم لما هيقدم في إيد المسيح يبقى بس مستني من المسيح، مش عايز أي حاجة تاني، مش منتظر أي شيء من أي إنسان إلا من ربنا فقط. والنقطة دي مهمة جدا. الوتر الثاني بيقول: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. الخدمة بتاعت الست العذراء هي خدمة الترك. لما تيجوا تبصوا كده، مامتها يوم ما ولدتها نظرت إنها تروح فين؟ تروح الهيكل. طيب تروح الهيكل تعمل إيه؟ يقول تروح تخدم هناك. يمكن حضراتكم عارفين الهيكل شكله إيه؟ خدمة الهيكل شكلها إيه؟ حد يتوقع كده يعني؟ دم وذبيحة وكل نظافة وبهدلة، حاجة مش بسيطة يعني. هي ما عندهاش مشكلة أن تنسى الكل حتى ذاتها في الخدمة. الست العذراء عمرها في يوم من الأيام ما فكرت في نفسها، طول الوقت بتفكر فقط في اللي بتخدمه، في الآخر. انسي شعبك وبيت أبيك. هل وإحنا بنخدم بقى بنبقى باصين على نفسنا ولا باصين على اللي بنخدمه؟ إذا بصيت على نفسي فأنا وقعت في خطية كبيرة جدا، إن بقيت بخدم ذاتي أو بخدم من أجل ذاتي، وده دافع صعب جدا جدا إني أخدم بيه. كل واحد فينا محتاج حقيقي إنه لما يخدم يبقى باصص على المسيح وباصص على الآخر المخدوم. يقول حاجة مهمة جدا في حياتنا إحنا مع ربنا. يوم ما ربنا حب يخدم لنا الخلاص: أنت الذي خدمت لي إيه؟ الخلاص. يعني إيه خدم الخلاص؟ يقولك يعني نسى ذاته تماما، أنكر ذاته وأخذ شكل العبد، نسي خالص هو مين في سبيل إنه يعمل إيه؟
إنه يخلصنا، وهو منتظر مننا إحنا كمان كده، مستني مننا إنه يوم ما أخدمه أنسى نفسي خالص وأبص على من أخدمهم. الست العذراء في كل موقف من مواقف حياتها تبصوا عليها تلاقيها ناسية نفسها خالص. تروح تتعزم في فرح هي ناسية خالص نفسها وتروح تقعد فين؟ مع الخدم، مع الخدامين. هي حاسة إن دورها تعمل ده. طب أنتي دلوقتي بقيتي أم المسيح، أم الله. دي حتى يوم ما سمعت البشارة أنها صارت أم الله ما اهتمتش بكل اللي اتقال، وافتكرت فقط إن إليصابات هي حبلى أيضا بابن في شيخوختها، فراحت تخدمها. طب والخبر اللي جالك أنتي؟ يقول هي لا تفكر في ذاتها بل تفكر في من تخدمهم. يبقى أي حد حابب إنه يخدم، نمرة واحد، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ركز على المسيح وبس. أنت بتخدم المسيح وفقط. يوم ما بتزور مريض أنت بتزور المسيح، يوم ما بتساعد حد أنت بتساعد المسيح. رقم 2، لا تركز على ذاتك ولكن ركز فقط على من تخدمه. الوتر الثالث يقول كل مجد ابنة الملك مشتملة بثياب موشى بالذهب. يعني يبقى الكلام ده الخدمة بتاعتي أكثرها خارجي ولا أكثرها داخلي؟ أنا رايح أخدم، نازل الخدمة بتاعتي، رايح أخدم حد مريض. هل عندي مساحة من الصلاة جوه عمق داخلي مع ربنا بصلي من أجل الخدمة دي؟ ولا أنا كل خدمتي هي خدمة ظاهرة فقط، خدمة بس باينة من بره؟ الناس تعرف إيه عن خدمتي؟ تعرف اللي بيشوفوه. طب اللي بيشوفوه ده بحجم الخدمة بتاعتي نسبته كام لكام؟ كل واحد فينا لازم يسأل نفسه ده. لو أنا بخدم حقيقي خدمة خفية، خدمة داخلية، المسيح قال لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. يعني لو سمحت لما تخدم لازم يكون عندك جزء كبير جدا في الخفاء تخدم بيه. كل مجد ابنة الملك فين؟ من داخل، موجود جوه. طب واللي بره؟ يقول اللي بره دي قشرة. يعني كل اللي احنا عرفناه عن الست العذراء ده يعتبر ايه؟ قشرة. احنا ما نعرفش اي حاجة. الست العذراء لما جالها الملاك جبرائيل بيبتدي يبشرها، لو تلاحظوا الكلمة اللي اتقالت عنها حاجة عجيبة قوي. يقول انها ايه؟ فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. يعني ايه فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية؟ عارفين دي معناها ايه؟ معناها ان الست العذراء متعودة كتير جدا على ايه؟ على الملائكة، ما عندهاش مشكلة في ده. بس المرة دي في حاجة مختلفة. وكل مرة بيظهروا وكل مرة بيسبحوا معاها وكل مرة بيقولوا كلام كتير، بس المرة دي في تحية. السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء. الكلمة دي مختلفة، أصل عندها عمق داخلي كبير جدا. هل وأنا بقى بخدم عندي هذا العمق الداخلي ولا أنا بس قشرة من بره؟ خلي بالكم القشرة اللي من بره دي لن نجازى عليها في شيء. يقول كده قد استوفوا ايه؟ اجرهم. لو الناس شافت اللي انا بعمله وكل اللي انا بعمله الناس شايفاه، ده مش هاخد عليه اجر. اللي انا هاخد عليه اجر هو ايه؟ هو العمل الخفي من جوه. ممكن جدا حضرتك وانت رايح تخدم تقول لا انا هصوم فترة معينة من اجل هذه الخدمة. مفيش مخلوق يعرف ده. هتتكافئ على الصوم، العمل الخفي ده، العمل الداخلي. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. قشرة من بره تبان حلوة جدا، بس عندها المجد كله من جوه مش من بره. المجد كله ظاهر في الداخل. أبص عيني على المسيح، مش بركز على نفسي لكن بركز على المخدوم، وعندي عمل داخلي أكبر بكتير جدا جدا من كل العمل الخارجي اللي الناس شايفاه. وحرك الوتر الرابع يقول يدخلنا إلى الملك عذارى خلفها. كل عمل روحي أنا بعمله لازم يكون لي ثمر، حتى لو الثمر ده أنا مش شفتوش، حتى لو الثمر ده أنا مش واخد بالي منه، ماشي ورايا. لكن أنا وأنا ماشي مع ربنا في ورايا أعمال بتتبعني. كل اللي راحوا السماء يقولوا أعمالهم تعمل إيه؟ تتبعهم. ممكن ما تكونش شايفاه. ويدخلنا إلى الملك عذارى خلفها. هي وهي ماشية لازم هتجذب ناس، لازم هتجذب نفوس. تقول للخدم مهما قال لكم فافعلوا، فينفذوا، فيروحوا يلزقوا في المسيح يقولوا له عاوزين نعرفك. تروح تبتدي تدور على المسيح فالناس كلها تجري وراها يشوفوا ايه ده. تصنع ثمرا
حتى بعد موتها تفضل العذراء شفيعة في كل جنس البشرية إلى آخر الدهور. إيه ده؟ يقول لك يدخلن إلى الملك عذارى خلفها. كل عمل روحي حضرتك بتعمله 1,000,000% ليه ثمر، لأن كلمة الله لا تأتي إلي فارغة. لا يمكن كلمة ربنا ترجع فاضية. إذن يوم أنا بسمع كلمة ربنا أو بنفذ وصية ربنا 1,000,000% في ثمر موجود، 1,000,000% في حاجة حلوة هتأثر وتسيب أثر في المكان ده. يمكن حضراتكم بتروحوا أديرة كتير بتصلوا فيها. لما تفكروا كده وتروحوا دير مثلا من القرن الرابع ولا القرن الخامس، أديرة وادي النطرون أو أي دير من الأديرة القديمة، مجرد ما نخش الدير إحنا على طول في دخولنا للدير بنشعر برهبة، بنشعر بمخافة، بنشعر بروح صلاة. يقولوا كده لأنه هذا المكان صلى فيه أناس قديسين كثيرون جدا جدا جدا، كل صلوة فيها باقية إلى يومنا هذا بتحمل قلوبنا إحنا وإحنا داخلين عشان نعرف نصلي. فتروح تحضر قداس في الدير تحس إن طعم قداس إيه؟ مختلف، في طعم غريب، طعم حلو. يقول لك مصله محمول بكل صلوات قديسين هذا المكان. يبقى مفيش صلوة بتروح على الفاضي، مفيش وقفة وركعة قدام ربنا بتروح على الفاضي. يدخلنا إلى الملك عذارى خلفها. كل خدمتنا ليها ثمر، وتأكد من هذا حتى ولو لم تراه، لو ما شفتوش ربنا سايب لك هذا الثمر وهتفرح بيه في الأبدية. الوتر الخامس يقول عظيم هو الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا على جبله المقدس. إيه خدمة العذراء الأساسية واللي مفروض تكون خدمتنا الأساسية في كل وقت؟ يقول هي خدمة التسبيح. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. خدمة التسبيح، كل خدمة بعملها لما بقرنها بتسبيح يقول نجعل الرب إيه؟ تسبيحة في أورشليم. خلي كده ملأ أفواهنا تسبيحا، يعني كل كلمة بقولها فيها بمجد اسم ربنا. تخيل كده لما ربنا بيقول كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حسابا. يعني إيه بطالة؟ بطالة يعني إيه؟ لا مش معناها مش كويسة، بس ممكن تكون كويسة ما فيهاش حاجة يعني. مش عارفين بطالة يعني إيه؟ لا تبني. الإيد البطالة يعني الإيد الإيه؟ اللي مش بتشتغل. كل كلمة بطالة. طيب بطالة يعني لا تبني. لا تبني إيه؟ ملكوت السماوات. طب إيه الكلمة اللي تبني ملكوت السماوات؟ هي كلمات التسبيح. يبقى لما احنا ماشيين نفهم دلوقتي ليه في أحد القديسين طول النهار زي القديس يوستوس كده طول الوقت يقول إيه؟ نشكر الله. مش كده؟ كلمة صغيرة بس هو اتعود إنه كل كلامه يحوي تسبيح. هل أنا بقى كل كلامي يحوي تسبيح أم يحوي تذمر؟ هل أنا إنسان راضي بشكر ربنا طول الوقت وبمجده طول الوقت، ولا أنا إنسان ناقم طول الوقت، ناقم على البلد وعلى الشارع وعلى المكان وعلى الناس وعلى كل حاجة؟ أنا أنهو فيهم. الإنسان الراضي الشاكر هو إنسان يمجد الله. وخدمة الست العذراء في كل وقت هي خدمة بتمجد الله. فكانت خدمة شاكرة، خدمة في كل لحظة بتشكر فيها ربنا. تقف تلف وتتعب وتعمل عمايل صعبة جدا، وفي الآخر أما مريم فكانت متحفظة في تلك الأمور كلها فين؟ في قلبها. تفتكر كل أمر من الأمور دي وتفكر بيه في قلبها. إيه الأمور دي؟ هل المجوس والرعاة فقط؟ أقول لكم لا. عارفين إيه الأمور اللي فضلت حافظها في قلبها؟ إنها في يوم من الأيام خرجت وهي حامل، راحت لغاية بيت لحم وما لقيتش مكان تولد فيه، وتشكر الله أنها وجدت إيه؟ زريبة. وجدت هذا المزود، ده المكان اللي لقيته. طب قدام المكان ده تقف تشكر ربنا. هي في طول حياتها خدمة مسبحة. ففي هذا المكان لما تقمت المسيح بنفسه في المزود وقفت بتشكر وتسبح ربنا. فأول لما يتولد يجري على طول يسمع هيرودس فيؤمر بقتل أطفال بيت لحم، فتهرب إلى أرض مصر. فتصير كل بقعة تطأها أرض العائلة المقدسة في أرض مصر تصير مقدسة، ويصير فيها كنيسة، وتصير مكان تسبيح. أنا عاوزكم تتخيلوا بقى، هل الست العذراء وهي ماشية كده هربانة من وجه هيرودس وجاية أرض مصر، هل في كل لحظة كانت تتذمر أم كانت تشكر؟ كانت مين فيهم؟ أكيد كانت بتشكر في كل مكان.
تقف في كل لحظة، يطردوها من المكان تشكر فيه، يطردوها من مكان تاني تشكر أيضا، يطردوها يطلعوها من مكان لمكان لمكان، تصنع معجزات في كل مكان هي موجودة فيه. إيه ده؟ يقول ما حياتها بقت تسبيحة. الإنسان اللي حياته شكر واللي حياته رضا وخدمته كلها تسبيح هو إنسان محبوب من الكل، لأنه إنسان مريح. عكس الإنسان اللي طول الوقت عايش متذمر، عايش شكاي، طول الوقت يحس دايما إنه طول اللحظات أنا عاوز اللي يسمعني وعاوز اللي أشتكي له، ولو حد ما عمليش حاجة أبتدي أزعل وأتضايق وأعمل وأسوي وأشتكي منه مرة واثنين وعشرة. ليست هذه خدمة تسبيح. قامت الملكة، حفظته ولا لسه؟ حفظته؟ أول حاجة إيه طيب؟ قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. خدمة باصص على مين؟ على ربنا. تاني حاجة، برافو، معناها خدمة بتنظر إلى الآخر لا تنظر إلى ذاتها. تالت حاجة، حفظتوها؟ مجد ابنة الملك من داخل. كل العمل الخفي هو اللي هنكافئ عليه. رابع حاجة، يدخلنا إلى الملك عذارى خلفها. كل عمل ليه ثمر روحي. وخامس حاجة، عظيم هو الرب ومسبح جدا. خدمة التسبيح. ناخد آخر واحدة. يحرك الوتر السادس من قيثارته صارخا قائلا: أجنحة حمامة مغشاة بفضة ومن كباهة بصفوة الذهب. يعني إيه أجنحة حمامة؟ يقول الخدمة بتاعتنا هي خدمة سريعة، خدمة مش تقيلة، خدمة خفيفة، خدمة تطير، خدمة مستنية من كل واحد تدور على مين محتاج وتخدمه. النقطة دي مهمة جدا. تدور على إيه؟ على مين محتاج وتخدمه. تروح الست العذراء تسمع إن إليصابات محتاجة تروح تخدمها، تسافر، ما عندهاش مشكلة في ده، وهي لسه حامل جديد. انتوا عارفين الستات دايما أول 3 شهور حمل دول بيعملوا إيه؟ ما فيش واحدة تتحرك، لا هي تسافر، ما عندهاش أي مشكلة. أجنحة حمامة. الخادمة دي تفضل تدور طول الوقت، تقول كده، تفضل تجري ورا المسيح، تفضل تخدمه طول الوقت، تتحرك وراه. يهرب المسيح ويكون موجود في الهيكل وهم ما يضيعوا منهم، يضيع منهم ما يلاقيهوش، فيفضلوا تقول له كده: أبوك وأنا كنا إيه؟ معذبين من أجلك، إحنا طول الوقت بندور عليك. هي بتعمل إيه؟ هي بتخدم. والمسيح وضح لها، قال لها كان لازم تدوروا فين؟ هنا ينبغي أن يكون فيما لأبي. تدورتوا بس في حتة غلط مش أكتر يعني. لكن هي بتدور وتخدم. حتى لما المسيح كبر فضلت الست العذراء تعمل إيه؟ تجري وراه من مكان لمكان. فاكرين لما دخل يوعظ وقالت له أمك وإخوتك يطلبونك، هي رايحة تلف عليه. تفضل ماشية وراه من مكان، ومن الجليل لليهودية، وتطلع وتنزل وتروح لغاية كل مكان، لغاية حتى عند الصليب. فين المكان اللي الست العذراء ما راحتهوش؟ فضلت ماشية مع المسيح حتى الصليب. لكن لم نرى السيدة العذراء عند القبر بعد القيامة، صح؟ شفناهاش هناك. ليه؟ عشان هي خلاص تمتعت بالقيامة في داخلها معاه، مش محتاجة بقى تروح لغاية القبر. اللي يروح لغاية القبر اللي محتاج يعمل إيه؟ اللي محتاج إنه دليل عشان يصدق. لكن الست العذراء مش محتاجة ده. فضلت تتبع السيد المسيح لغاية وقفتها عند الصليب والدفن وروحت. طب ترجع تاني؟ يقول لا ما رجعتش. كانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى فقط. طب والست العذراء؟ يقول خلاص هي مصدقة القيامة، هي تبعته في داخلها. تفضل طول الوقت بعد كده بقى ما نسمعش عنها حاجة غير إنها قاعدة تعمل إيه؟ قاعدة بتصلي، لأنها تفرح بقبول الخلاص. النقطة دي يعني بحب أقولها كده عن الست العذراء. لما قالت الست العذراء عند الصليب: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى إيه؟ إلى صلبوتك. الست العذراء هنا مصنفة نفسها إن العالم في كفة وهي في كفة تانية، صح؟ أمال إيه؟
بالظبط كده. هي مشاعر مختلطة. هي فرحانة مع العالم لأن هي قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص، وهي قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. فأنا مقدرة أنت بتعمل إيه يا رب، أنا مقدرة التعب اللي أنت بتتعبه، أنا بجري حيث توجد الخدمة، أنا بمشي في كل مكان أشوفك فين الخدمة اللي أنت فيها وفين عينيك عشان أروح لهذا المكان. أبونا مخيل إبراهيم كان ليه جملة كده حلوة قوي، بيقول كده: كل خادم ينظر إلى أين تتجه عيني يسوع فيتجه. كل خادم ينظر إلى أين تتجه عيني يسوع فيتجه. بيبص على عين ربنا، شايفه النهاردة عاوز يفتقد مين، عاوز يدور على مين، عاوز يسأل على مين، فيجري يجري يخدم. عارفين لما حد يحب يرضي إنسان تلاقيه دايما واقف عامل إيه؟ لو جالنا هنا مثلا سيدنا البابا أو حاجة، تلاقي كل واحد مستني بس البابا يعمل إيه؟ يشاور عشان خاطر يجري قبل ما يتكلم يكون الحاجة دي جت. تخيلوا بقى أجنحة حمامة. الخادم المفروض يبقى عنده الإحساس ده، باصص على المسيح طول الوقت، باصص على المخدوم طول الوقت، فلما يلاقي عين ربنا بتتحرك ناحية فلان على طول قلبه يتحرك فيجري يفتقد فلان ده، يجري يخدم فلان ده. أجنحة حمامة مغشاة بالذهب. ربنا يدينا إن احنا نعيش هذه الخدمة المقدسة، عينينا متوجهة على ربنا، بنبص بس على الآخر، كل شيء في الداخل وكل مجد في الداخل، بنترك ثمر وأثر في كل مكان بنروحه. وربنا بيدينا إن احنا نعيش حياة التسبيح، وفي الآخر بنجري نخدم ربنا في كل وقت وفي كل مكان. ربنا المجد دائما أبديا، أمين.